يا مساء الخير والعافية عليكم أحلى متابعين. شوفوا، أنا عادة ما أجاوب الناس اللي مستوى وعيهم محدود أو سطحيين أو بين قوسين جهلة. ليش؟ لأنه حياخذون من طاقتي ومن صحتي ومن وقتي، وبالتالي ما راح أطلع وياهم بنتيجة وما راح نكون على وفاق أصلا. لكن هذا الأخ سؤاله أبد مو بريء، بكل تعليق يكتب لي ها المطلقة، ها اتطلقتي، هاي المطلقة، وكأنما شوفوا ها حبيبي افتحيها، وكأنما المطلقة فد وصمة عار كبيرة أو هي سوت ذنب كلش كبير لازم كل مرة تجلد وتحاسب عليه، ولا كأنه هي مرت بعلاقة والعلاقة ما توفقت بها، بالتالي اتخذت هذا القرار. أنا ما دا أروج للطلاق أبدا. أصعب قرار ممكن يمر على المرأة هو الانفصال، بعلاقة والعلاقة ما توفقت بها، بالتالي اتخذت هذا القرار. أنا ما دا أروج للطلاق أبدا. أصعب قرار ممكن يمر على المرأة هو الانفصال. أبد مو سهل، فكري 6000 مرة قبل لا تنفصلين. وما راح أجاوبك إذا أنا بعدني رجعت طلقت، ما راح أجاوبك على مود كل مرة تعلق فيه كل مرة أجاوبك نفس الإجابة. ماما طلع الله يجنن. أحبه. إيه عادي عادي. إيه عادي. أولا خليني أنور الظلام اللي موجود بعقلك السطحي المحدود جدا. بعض الذكور أمثال حضرتك، مع احترامي جنابك الكريم، الذكور مو الرجال، ها أنا ما قلت الرجال، يتوقعون أنه يعني المطلقة مسبة أو إهانة أو هذه النظرة السطحية الدونية بالمجتمع. ها أنه شو والله مطلقة. أنا اليوم من دا أحكي هذا الكلام ما دا أروج عن الطلاق نهائيا، سبق وأن قلت. بنفس الوقت أريد يعني أدز رسالة للمطلقات، أتمنى تستوعبيني، لا تخلين هاي النظرة السطحية تأثر عليك، على طاقتك، على نفسيتك. ليش؟ بالتالي لأنه رسولنا الكريم حبيب الله محمد أطهر الخلق تزوج مطلق. ماما شوف ايش طلع، تزوج السيدة خديجة. فأبدا لا تخلين أحد يأثر عليك ولا على نفسيتك، ولا يعني تجربة مريتي بيها ما توفقتي، مو بالضرورة تكونين أنت خطأ أو فاشلة، ولا الطرف الآخر يكون ممكن خطأ. ما اتفقتوا، وصلتوا النقطة، شفتوا الانفصال أفضل. حلو. منها يعني بداية الانطلاق، طلاق بداية الانطلاق. بس إذا كنتي قوية، إذا ما أثرت بيك بعض التعليقات اللي تسمعيها من العالم اللي وعيهم جدا محدود، إنه سبحان الله هو أبغض الأشياء أو أبغض الحلال عند الله هو الطلاق. أبغض، بس بنفس الوقت حلال، ما حرمه. يعني الله سبحانه وتعالى لو محرم الطلاق كان صرنا بغابة، ناس تاكل ناس. فحبيبتي المرأة الواثقة من نفسها، المرأة اللي مشتغلة على فكرها، واللي تعبانة، واللي مستقلة ماديا، واللي واجهت هذه الحياة بكل تفاصيلها بكل مراحلها وبقت قوية وما انكسرت، هذه أرفع لها القبعة. وكلمة مطلقة ما تاخذ من عندك قيد شعرة. أما أنت صاحب كلمة مطلقة ما تاخذ من عندك قيد شعرة. أما أنت صاحب التعليق اللي اسم حضرتك يمكن طلال، طلال عزيزي، يمكن أمك تطلق، يمكن أختك، ويمكن مرتك. فواردة ما قاعد تسبني أنت قاعد تراويني مستوى وعيك وين أو فكرك وين. فأخذت من وقتي، وأنا عادة قلت لكم ما أجاوب، لكن هو التعليق مستفز، وبنفس الوقت حبيت أنطي كم رسالة مباشرة إلى النساء اللي مروا بتجربة الطلاق ونجحوا. بس هاي، شكرا، أحبكم.